يقدم مستوى كبير في هذه المباراة. خطيرة تسديده، ما زالت. نعم، الهدف الأول للمنتخب الجزائري، وأخيرا المنتخب الجزائري عن طريق فارس شعيبي يسجل الهدف الأول. نعم، المنتخب الجزائري ينجح أخيرا في إضافة الهدف الأول بصعوبة بالغة. نعم، بصعوبة بالغة. لم يكن هدفا سهلا على مرمى المنتخب الموزمبيقي أو على المنتخب الجزائري. كانت في البداية في القائم، ثم عادت إلى فارس شعيبي ليضعها الهدف الأول الذي يأتي بعد متى؟ بعد 70 دقيقة تقريبا. هنا الانطلاقة في البداية كانت عن طريق اللاعب محمد عمورة اللي سدد، ثم القائم في المرة الأولى تصدى، لكن في المرة الثانية فارس شعيبي وضع الهدف الأول للمنتخب الجزائري. على المنتخب الجزائري الآن أن يحافظ على هذه النتيجة، أن يحافظ على هذا الهدف. أمامهم 20 دقيقة فقط، أمام المنتخب الجزائري 20 دقيقة فقط من أجل المحافظة على هذا الهدف. كرة من محمد عمورة، قطع الكرة إلى رامز، تسديده. يا رامز يسجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. رامز زيروكي يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري. اللاعب اللي دخل بديل في الدقائق الماضية ينجح في إضافة الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. إذن هدفين للمنتخب الجزائري عند رامز في تمريرة كانت من جانب محمد عمورة، لكن رامز وضعها في المكان البعيد، في المكان المناسب. بالتالي الآن يطمئن المنتخب الجزائري عن نتيجة المباراة. هدفين أعتقد بأنها صعبة على المنتخب